السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في قضية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ورد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ريل سينماز. التطبيق ده مساحته 27 ميجا وحمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بافلام السينما وحجز التذاكر ومعرفه عنوان السينما ومعرفه اقرب سينما ليك ومعرفه الفيلم الموجود في السينما ومعرفة تحجز تذكرة وتدفع عن طريق التطبيق، عن طريق فيزا كارت او عن طريق ماستر كارد. من خلال التطبيق ده بتقدر ان انت تعرف اقرب سينما ليك، تشوف الافلام اللي موجودة فيها، تختار الفيلم اللي انت هتخشه او تحجزه، تختار مين اللي هيخش معاك في الفيلم، يعني هتحجز مقعد واحد مقعدين ثلاث مقاعد، تختار المكان اللي انت هتقعدوا فيه، هتقعدوا مثلا في المنتصف، هتقعدوا في الجانب اليمين، هتقعدوا في الجانب الشمال. تختار من عن طريق التطبيق البنك اللي انت هتدفع من خلاله او الفيزا كارت اللي انت هتدفع من خلالها، وتقدر انت تأكد الحجز. وتأكيد الحجز بيجيلك عن طريق البريد الإلكتروني بالتذاكر او بالمعرفة الوقت اللي انت المفروض تكون متواجد فيه في السينما والفيلم هيبدأ الساعة كام بالظبط وكده. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، حجز تذاكر السينما في الوقت المناسب اللي انت بتحدده وبتفضله، والمقاعد المناسبة ليك، والافلام والدفع عن طريق التطبيق. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات بيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق آه بعض الناس بتشتكي من ان التطبيق بيهنج او بيعلق في بعض الاوقات وانت بتحجز تذكرة. ففي بعض الناس بتخش مثلا تحجز مكان كرسيين، وبعد ما يحجزوا ويأكد الدفع يجي يقول له التأكيد ما تمش الحجز، فيضطر ان هو يدخل يحجز تاني ويحجز تالت وهكذا. وبعد كده يجي في الاخر مثلا يلاقي ان هو حجز 8 كراسي او 10 كراسي او 20 كرسي، لان بيكون التطبيق مهنج او في بعض المشكلة. هو بيحجز بس هو بيقول لك الحجز ما تمش يعني. دي بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الناس اللي حملت التطبيق وتشتغل عليه. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.